السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هعمل لكم محشي، بس محشي غريب شويه بالنسبه لناس كتير، لكن الجماعه القدام فاهمين يعني ايه المحشي ده. يا جماعه محشي اللهم صل على حضره النبي لفت، ورق لفت. خللت لفت، صعب عليا الورق ارميه صراحه، غسلته وحطيته في الفريزر، طلع بالمنظر ده كانه مسلوق. انا ما سلقتهوش، طلع بالشكل ده. تمام، قلت احشيه. وبرضو انا مخزنه كرنب، وانتوا عارفين خزنته معاكم اهو. طلعت شويه برضو اعمل حبه، لان دول حبه مش كتير. فانا اصلا حبيت اوريكم ان ورق اللفت بيتحشي. والله يا جماعه ما قادره اقول لكم طعمه بيبقى سكر قد ايه. تمام. فده يا حبايب قلبي صلوا على الحبيب معايا، اللهم صل على حضرة النبي. ده ورق اللفت وده ورق الكرنب، ده انتوا عارفينه طبعا. الخضرة مشكلة، شبت وبقدونس وكزبرة، توم، بصل. تمام. صلوا معايا على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. بصوا حبايبي، اللهم صل وبارك على حبيبي رسول الله. حطيت شوية زيت، التفلية صغنونة كده جميلة، تدي نكهة للأكل. تمام. محدش يقول اللي هي تقيلة يا جماعة، لأن إيه، الدهون الطبيعية أحسن من أي دهون صناعية. تمام. أيوة، اللهم صل على حضرة النبي. شايفينها؟ أيوة، بتسلي مع الزيت. اللهم صل على النبي. هننزل بالبصل. بسم الله. مش قادرة اقول لكم بتخلي المحشي جميل قد ايه. محشي بقى عدس، الحاجات الحلوة دي. بسم الله، اللهم صل على النبي. البصلة واللي هي معاها حاجة تفرح، جميلة قوي. طبعا بصل للمحشي ما بيتقليش قوي، يدوبك كده يشم النار. وش عليه شوية الملح. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلفل اسود، شايفين؟ بعد الحركة الحلوة دي، بسم الله كده اللون حلو قوي بالنسبة للبصل. بصل محشي ما بيتقليش. هننزل بفصين توم، هو توم متقطع مش مفروم، عشان يعلي النكهة. طالما يا حبايبي حطينا توم، ننزل بسرعة بالكزبرة الناشفة. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف كزبرة ناشفة. يا ريتكم معايا نتشموا الريحة. بسم الله. شوية خضرة صغننة على البصلة. بسم الله. اللي هي مع الخضرة والثوم
اللي هي مع الخضره والثوم والكزبره، مش قادره اقول لكم على الريحه. ونصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم على رسول الله. هننزل بعصير الطماطم. بابو حفيدي اللي بيضحك ده يا جماعه معلش. سيدي ما شاء الله ولا قوه الا بالله. اللي بيحب الشطه بقى يا جماعه يحط هريسه، يحط شطه حمراء اللي يعجبه. هتاخد غلوه تمام وارجع لكم حبايب قلبي. الصلصه هي يا جماعه تماسكت تمام. هننزل بقى بالرز. انا عامله 3 كوبايات رز يا حبايبي على شويه الصلصه دول. وبعدين دي تبع افراد الاسره، انتوا بقى ايه تزودوا تنقصوا تبع افراد الاسره. يا رب يبارك في كل اسره يا رب. تمام. والله يا جماعه الصلصه طعمها وريحتها حكايه اللي هي خطيره خاصه في المحاشي. هننزل بالرز. صلي على الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وبارك. بصوا يا جماعه في ناس بتحب الصلصه متماسكه قوي ناشفه، لا انا مش بحبها كده بقى. الرز بيتشرب منها، وعلشان احنا حطينا 3 معالق خضره، شويه خضره يعني على البصله، ادت ريحه ونكهه حلوه قوي. بصوا كده جميله. بيتشرب بقى الرز بيتشرب من الخلطه ديت فبيبقى تحفه. ينشف شويه بس كده. اللهم صل على حضره النبي. اللي هي باينه من الرز، مش قادره اقول لكم ايه جميله ما شاء الله. هننزل بقى بالخضره. بسم الله. لا 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 لا. ونطفي يا جماعه بقى علشان الخضره ما تتبلش قوي. انا بحب الخضره صاحيه كده. بس ايه الرز بقى هيتشرب ويبرد وهنعيش حبايبي مع بعض. شايفين؟ ايه رايكم؟ صلوا على الحبيب. طبعا حبايب قلبي الرز بتاع المحشي بصوا برد وتشرب، مش قادره اقول لكم ريحته. بص عايز يتاكل من غير حشو اصلا. تمام. وده ورقنا الجميل اللي احنا مظبطينه. ودي الارضيه اللي انا احط عليها المحشي بتاع اللب، عباره عن شرايح بصل تمام وخضره من اللي انا مستعملها للمحشي. نصلي على حضره النبي ونبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم ان هو سهل جدا جدا جدا. ورقه كبيره نقسمها نصين عادي تمام. صلي على حضره النبي ونحشي سوا. الله اكبر. بس حبايبي بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. تمام. ده ورق الخس، ورق اللفت. ورق الخس برضو بيتعمل وهوريه لكم. صلي على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. برضو زي ورق العنب الخشن جوه، الخشن يبقى جوه والناعم يا جماعه بره. تمام. بسم الله. وحسب الصباع اللي انتوا عايزينه، بتحبوه كبير
تحبوه صغنون، بس الصوابع الصغيرة متبقاش حلوة بصراحة الا في ورق العنب. تمام، لازم ايه يبقى ليه شخصية الصباع كده جميل اهو. تمام، الرز في الحلة، والبصل ده يا جماعة متبل بفلفل اسود وملح. تمام، ملح خفيف وفلفل اسود وعليه الخضرة، فبتخلي ريحة المحشي حلوة قوي. اوريكم واحدة كمان ونكمل احنا بقى، وريهولكوا بعد ما يتحشي. بسم الله الرحمن الرحيم. سهل جدا جدا جدا، مكملش صراحة 5 دقايق. بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة كنت هرميه وقلت لا خسارة، وهو على فكرة ورق اللفت مفيد جدا جدا. تمام يا حبايبي اهو، شايفين الصباع دي شخصية، ولا رز متبعتر ولا أي حاجة. تمام، كأنه مغسول بالظبط، لأني أنا ما بحبش الرز اللي بيبقى على صباع المحشي، لأنه بيبقى ظاهر لما بيستوي. هو متقفل كده وزي الفل. صلوا على الحبيب. بسم الله. تنسوش الخشن من بره والناعم، الخشن من جوه والناعم من بره. بسم الله الرحمن الرحيم. في ناس يا جماعة بتمسك الصباع كده وبتعصره، أنا مش بحب كده. هو كده بيبقى متهوي في منتهى الجمال، وعلى كده ما بيطلعش الرز بره اهو زي الفل. هكمل الكمية بقى واوريكم الحاجة اهو يا حبايب قلبي. ورق اللفت اهو حشيته. تمام، وشوية الكرنب الصغنطوطة دي معاهم، عشان اعرفكم يعني ان اي حاجة بسيطة ما نرميش حاجة. او ورق اللفت ده مش مكلفني حاجة، بس اقسم بالله طعمه زي العسل. ان شاء الله جربوه كده وهيعجبكم قوي. تمام اهو، ورق لفت ولا الهوا، بس فيه فوائد وطعمه حكايه. هسقيه يا حبايبي قدامكم ان شاء الله ايه ما يستوي بقى اوريهولكم. تمام، ونصلي على الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. حتى الارضيه بتاعته شرايح بصل متبل بفلفل اسود. تمام، وحاطين اللهم صل على حضرة النبي شوية خضرة من اللي كنت بحشي بيها المحشي. هنصلي على الحبيب وننزل بالشوربة. اللهم صل على النبي اهو يا حبايبي، اللهم صل على النبي. دي يا جماعة شوربة مواسير، هبقى اجيبها مرة بقى اوريها لكم وانا بسلقها. دي بصراحة انا ما بستغناش عنها خالص، بعمل بيها كل الاكل. يا سلام عليها بقى يا جماعة في القلقاس، سلام عليها في العدس. طبعا الناس كلها عارفة يعني ايه مواسير اهو يا حبايبي. نغطي عليها بقى ولما تستوي هوريها لكم. صلي على الحبيب النبي. السلام عليكم حبايبي. بصوا استوى اهو زي الفل، والريحه مش قادره اقول لكم اللي هي عامله ايه في الريحه. تمام، غرفت اهو حبايب قلبي. السلام عليكم حبايب قلبي. اتغرف اهو، ده ورق اللفت، شفتوا جميل ازاي، كأنه ورق عنب عشان عصرت عليه ليمون. وده الكرنب، انا دلق مش رصه يا جماعه. انا رجيت الحله كده ودلقته دلق المره دي، وقلت اوريكم الايه الاكل كنا بناكله يعني. احنا امي رحمه الله عليها كانت تهز الحله كده وتكبها في الصينيه، فانا حبيت اعمل كده برضه. شايفين؟ جربوه بقى وربنا يسهل. حاجه كده ما كملتش 10 جنيه اهو يا حبايبي. ايه رايكم؟ ورق لفت كده رضا.